ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبتي؟ النهاردة هنحكي حدوتة مليكة والجسر المتحرك. جاهزين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في جنينة كبيرة فيها ملعب جميل. كان في جسر صغير بيتحرك شوية لما حد يمشي عليه. كل الأطفال كانوا بيعدوا عليه ويضحكوا إلا مليكة. مليكة كانت تقف بعيد وتبص للجسر وتقول: لأ، أنا ممكن أقع. وفي يوم صاحبتها قالت لها: طب تعالي نجرب سوا. مليكة هزت راسها وقالت: لأ، أنا خايفة. ووقفت تتفرج عليهم وهم بيعدوا واحد واحد. الجسر بيتهز بس محدش بيقع. مليكة قربت شوية وبصت تحت رجليها. الجسر كان قريب بس قلبها كان بيدق بسرعة. قالت لنفسها بصوت واطي: أنا ممكن أقع، بس خليني أجرب خطوة واحدة بس. حطت رجلها الأولى. الجسر اتحرك شوية. مليكة مسكت في الحبل اللي جنبه بسرعة ووقفت. سكتت لحظة وبعدين خدت نفس وحطت رجلها التانية. خطوة وبعدين خطوة وبعدها خطوة كمان. وهي ماشية بدأت تحس إنها ثابتة أكتر. عدت نص الجسر. مليكة بصت حواليها، الهوا بيحرك شعرها والأطفال بيشجعوها. ابتسمت وكملت لحد ما وصلت الناحية التانية. جريت وهي فرحانة وقالت: أنا كنت خايفة بس عديت. صاحبتها ضحكت وقالت لها: انتي ما وقعتيش، برافو عليكي. مليكة ردت بابتسامة: علشان مشيت واحدة واحدة. ومن يومها مليكة لما تخاف من حاجة مش بتجري بعيد ولا بترمي نفسها مرة واحدة. كانت بتعمل حاجة بسيطة جدا: تقف، تاخد نفس، وتاخد أول خطوة. والجسر بقى لعبتها المفضلة، مش عشان بقى سهل، لأ، لكن عشان هي بقت تعرف تمشي عليه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟